يا صباح الفل وصباح الورد وصباح الياسمين. الدنيا ساقعة بقى، وقمت من بدري كده ما رضيتش قلت اقوم اشوف المطبخ فيه ايه. لقيت كوباية كده من الرز، يا حبايب قلبي صعبت عليا ارميها. طبعا انتوا عارفين ان الدنيا غالية والمعاشة غالية. بصوا بقى عملت بيها احلى وجبة على الصبح كده تفطري بيها بقى، والله الاطفال بيحبوا الحاجات دي قوي وكلنا بنحبها. بصراحة كوباية الرز صعبت عليا، بصراحة صعبت عليا. هي كوباية طيبة وكان رز مدسوس وكان فيه، بصوا مش عايزة اقول لكم ايه عملت بيه. احلى وجبة هتشوفوها. بسم الله ما شاء الله، عملت لي كمية حلوة قوي وحلو وجميل جدا جدا زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. خليكم معايا بقى في الفيديو وشوف عملنا فيه ايه من اول للاخر، وشوف التكات بقى والحركات بتاعتنا الحلوة دي. بصوا مش عايزة اقول لكم تحفة تحفة تحفة. يلا بينا بقى نخش على الفيديو الجميل، بس اهم حاجة تحطي لي لايك وتشتركي في القناة لو اول مرة تشوفيني. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يا صباح الفل وصباح الورد وصباح الياسمين. صعبت عليا قوي ان انا ارميها، قلت لا، ما كدبتش خبر. وقلت فكرت لها فكرة كده، وقلت الصبح كده بدري هقوم اعمل بها كوباية رز من اللبن كده. رز بلبن يا جماعة. غليت بقى المية ونزلت بيها بقى في الحبة الرز اللي كانوا بيتين عندنا بقالهم يومين. بقالهم يومين يا جماعة، والله العظيم بقالهم يومين. بس طبعا انتوا عارفين ان الدنيا ساقعة ومفيش حاجة بتبوظ الايام دي، وحرام لما ترمي حاجة. بصوا بقى غليت المية كده ونزلت بالحبة الرز بتوعنا، وقلت بقى اعمل طبق رز بلبن حلو كده النهاردة نفطر بيه. بس مش اي رز بلبن، حاجة بقى تحفة كده وحلوة قوي. هنا بقى بشيل وش الرز كده ما فيهوش اي حاجة، الرز كان مدسوس في الفرن وكان ليه وش كده. فبعد ما الاقي يعني حاجة كده اشيلها، كل ما الاقي وش الرز كده اشيله. بصوا يا حبايب قلب الرز كده معانا طاب بقى واستوى، بصوا متهرى كده. يعني بقى بصوا خلاص بقى كريمي كده وحلو قوي. جبت بقى طبسية كده فضلة خيركم، يعني كوبايتين كده حلوين من اللبن. وجبت بقى معلقة كده حلوة من النشا. بس الأول حطيت 4 معالق من السكر. طبعا عايزة تزودي كمية السكر، بتحبيه مسكر قوي 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 حطي أكتر من كده. لكن حطي 5 معالق، 5 6 معالق. أنا حطيت 4 معالق فقط لا غير. كمية مش كتيرة، وما يبقاش معسل معاكي قوي يعني مسكر قوي كده وتجزعي منه. ومعلقه واحده كده من النشا، وقمت مدوباهم بقى في بعض كده. معلقه النشا دي بقى تخليه كريمي معاكي كده، وتخليه يربط معاكي كده ويبقى حلو. بس طبعا ما تكتريش النشا عشان ما يبقاش معاكي جامد كده ومش حلو. يعني لازم يبقى معاكي كريمي كده يا حبيبه قلبي. بص بقى لو وصلت لحد كده بقى حطي لي اللايك كده، وقولي لي بتتابعيني من انه بلد، وبالله عليكي بالله عليكي كومنت حلو كده يفتح النفس. هنا بقى حطيت اللبن كده على الرز بتاعنا، وسبت الرز كده ايه يغلي غلوتين 3 كده. لما الرز بقى معانا شفتوا المهلبية يا جماعة، شكل المهلبية كده او الكريمة. الرز بقى كريمي وبقى ناعم وحلو قوي، وكمان طعمه فظيع. هنا بقى جبت الحاجات يعني القوالب اللي انا بحط فيها ديت، او الكاسات، او اي حاجه بتحط فيها كده الرز بلبن. انا حبيت اعمل بس دول كده ايه، يعني عشان الاطفال كده يحبوه، ولو ما بيرضوش ياكلوه كده ايه، حلو كده. وكمان عملت كمان طبقين كبار كده من الاطباق الكبيره دي. طبعا انت بقى حريتك بقى تشكليه زي ما انت عايزه وتحطي عليه زي ما انت عايزه. انا ولا حطيت قشطه ولا حطيت كريم شانتيه ولا حطيت الكلام ده كله. هو حبه اللبن ومعلقه النشا ومعلقتين السكر، واديله يا معلم بقى، وانزل بقى بالرز ابو لبن الجميل كده بقى. ما يبقاش يبقى خفيف على المعدة، ويبقى مسكر ويبقى حلو قوي. ما يعني ايه، وجبة خفيفة كده وحلو. لكن لما بتحط عليه بقى قشطة وحاجات من ديت بيبقى تقيل كده شوية. طبعا انا هنا بقى زينت الطبقين دول كده بالزبيب. وبعدين لو انت بتحبي الزبيب حطي. طبعا احنا عندنا هنا فريق بيحب الزبيب وفريق ما بيحبوهوش، بينقوه كده ويرموه. لما ببقى عامله مهلبيه ولا عامله اي حاجه من دي بيرموه. فعملت الطبقين الكبار دول بالزبيب. وجيت بقى هنا عملت بقى للاطفال الحلوين
حبايب قلبي او للكبار. جربوه بقى بالموز يا جماعة، تحفة، طعمه فظيع فظيع فظيع، اقسم بالله العظيم طعمه حلو قوي بالموز. ان شاء الله انا هعمله على طول بالموز، لان لقيته طعمه جميل قوي. الموز كده مع السكر كده مع اللبن مع الرز كده، عامل تيست حلوة قوي، جميل جدا جدا. الاطفال هتحبه، والوجبه بتاعتنا جميله وخفيفه قوي النهارده. وحرام لما ترمي حاجه، بصراحه بصراحه صعب عليا لحبه الرز. احنا في الغلا يا جماعه، والدنيا غاليه، والعيشه صعبه. ما ترميش اي حاجه، حاولي تدبري وتوفري في بيتك على قد ما تقدري. ترميش اي حاجه، تحفه تحفه تحفه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.